بسم الله توكلت على الله. معاكم نشوة. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل حاجه روعه. هنعمل كيكايه حلوه قوي قوي. هنعملها بثلاث اطعمه، يعني كل طعم مختلف عن التاني. شكلها حلو قوي، طعمها يجنن. بصوا الشكل بتاعها لذيذ ازاي. المقادير بتاعتها بسيطه جدا جدا جدا، سهله قوي قوي قوي. زي اي كيكايه عاديه، بس هيبقى عندنا مكون اللي هيخلي لك الكيكه في حته تانية خالص. مكون حلو جدا، هتلاقيه برضو في كل بيت ان شاء الله باذن الله، سهل بسيط. ما عندكيش المكون ده، ممكن تحطي بداله حاجه تانية انا هقولك عليها دلوقتي، سهل جدا. بصي الكيكايه ما شاء الله هشه وتحفه ازاي. بسم الله ما شاء الله، الواناتها تجنن، الوانها تحفه. نروح بسرعه للمقادير. مقاديرها بسيطه جدا. عندنا 3 باكت فانيليا، في حدود 8 جرام فانيليا. عندنا هنا كوبايه الا ربع زيت على سمنه، زيت على سمنه، كوبايه سكر، 3 بيضه، كوبايه الا ربع لبن. تمام. هنجيب الخلاط بتاعنا، في الخلاط عادي مفيش اي مشكله خالص. هنروح جايبين الخلاط، هنحط فيه السكر وعليهم البيضه وعليهم الفانيليا ومعلقه خل. انا كنت حاطه على ال على البيض فانيليا، برضو حطيت فانيليا تاني لان انا بحب نكهة الفانيليا، عشان انا يعني انا ضد الزفارة خالص يا جماعة، انا ما بحبش الزفارة خالص. بدأت ان انا اخلط السكر مع البيض مع الفانيليا مع الخل. تمام، معلقة خل كبيرة. هبدأ ان انا اخلط لغاية ما كل المكونات تمتزج مع بعض، ما يبقاش فيه باين اي حاجة خالص. حطيت هنا كوباية الا ربع زيت على سمنة. يعني هتقولي لي تكلفة سمنة بلدي، سمنة بلدي هتخلي لك الكيكاية في حتة تانية خالص، هتخلي لك طعمها تحفة تحفة تحفة. هبدأ ان انا اخلط المزيج ده كله مع بعضه، يبقى الزيت والسكر والسمنه والبيض، وخلطنا كله مع بعضه. وبعد كده نزلنا بكوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع، يعني يعني نص كوبايه، زودت عليهم معلقتين كبار. تمام، يعني مش كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع بالظبط. نزلت بيها، وبعد كده بدأت ان انا اخلط. وهجيب بقى الدقيق عندي هنا كوبايتين الا ربع دقيق، عليهم باكت بيكنج باودر، عليهم ذرة ملح، عليهم بيكنج صودا. ما عندكيش بيكنج صودا خالص، مش مفيش اي مشكلة خالص. تمام. والبيكنج صودا اللي بتجيبيه من عند العطار ده، ما تستعمليهوش تماما في الوصفات اللي هي الكيكات خالص، مش هو ده الاصلي. الاصلي بتجيبيه من اي هايبر، من اي سوبر ماركت، ده الاصلي. تمام. هبدأ ان انا اقلب كل المكونات مع بعض، البيكنج باودر وال وذرة الملح والبيكنج صودا، وقلبتهم مع بعض. وبعد كده هبدأ انزل بالخليط شوية بشوية. تمام، عشان الخلاط بتاعي ما يعطلش مني، وبالراحة يعني. خليكي كده بالراحة ان شاء الله بإذن الله، وهتطلعي حاجة تحفة. كيكة الخلاط هتلاقيني ان انا بعمل لك كيكات كتيرة جدا في الخلاط، النتيجة بتاعتها روعة حلوة قوي. كل الناس عندها خلاط مفيش اي مشكلة، بس في ناس كتيرة ما عندهاش ولا عجان ولا مضرب، ولا مضرب كهربائي. فنستسهل ان احنا نعمل في الخلاط، وهتطلع لك برضو نتيجة تحفة. هتطلع لك في الاخر كيكاية هشة وحلوة قوي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. القوام بتاع الكيك بتاعي يجنن، حلو قوي. بصي انا بجيب لك خطوه خطوه انا بعملها في الخلاط، وبرده بريحه، يعني انا مش بفضل مشغلاه على طول، عشان برضو يعني ما يعطلش معايا. تمام. هوريك القوام في الاخر عامل ازاي. القوام تحفه تحفه يجنن ما شاء الله. بصي القوام عامل ازاي، حلو قوي قوي قوي. هنركنه على جنب بقى لغايه ما نحضر المكونات اللي احنا بقى هنشتغل بيها بالثلاث اطعمه. احنا استعملنا الشوكليت، خلينا الكيكايه دي بالشوكليت والفانيليا والفراوله. شوكليت وفانيليا وفراوله، مش فراوله احنا حطينا لون، لا خالص. انا هقول لكم حطينا ايه دلوقتي تدينا نكهه الفراوله بالظبط. حاجه تحفه، وان شاء الله تبقى موجوده في كل بيت. جبت بقى 3 بولات قد بعض بالظبط. بصي ما شاء الله القوام عامل ازاي. 3 بولات قد بعض، عشان انزل انا عايزه الخليط بتاعي يبقى المقدار بتاعه كله قد بعض. تمام. فانا جبت اسهل حاجه بدل الميزان، اسهل حاجه تجيبي بولات قد بعض. اي بولات يعني، اي اطباق، يعني اكيد كلنا عندنا اطباق، يعني اي بولات بتاعت شوربه اي حاجه. بدات ان انا اوزع الخليط، وبعد كده هبدا ان انا اوريكي انا هعمل ايه اول حاجه بالظبط يعني. الدنيا سهله، الدنيا بسيطه، مفيش اي حاجه صعبه خالص. بدات ان انا احط معلقه كبيره على اول خليط، بدات ان انا احط معلقه كبيره كاكاو خام اسباني، كاكاو خام اسباني. هبدا ان انا اقلب كويس جدا جدا جدا. لقيتي القوام تقيل معاكي، زوديه بشويه لبن صغيرين. مفيش اي حاجه صعبه، مفيش اي حاجه خالص خالص في الحكايه دي صعبه خالص. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله، تجنن. والله والله طعمها بسم الله ما شاء الله تحفه. ادي بقى الطعم التاني عندي فيتراك.
فيتراك فراولة، حطيت على الكيك فيتراك فراولة، وبعد كده حطيت عليها لون طعام عشان انا عايزة لون غامق. بس للأسف كملوا معايا الفيديو لغاية الآخر وهتشوفوا ايه اللي حصل في الفيديو لغاية الآخر. بصوا انا حطيت فيتراك فراولة ادتني طعم الفراولة بالظبط. ما عندكيش فيتراك فراولة، جيبي فراولة عادي لو عندك اي فراولة وحطيها على البوتاجاز، وبعد كده حطي عليها شوية سكر بس تكون تماما ما فيهاش ولا نقطة مية، وبعد كده تحطي عليها شوية سكر وشوية ليمون، وتسيبيها تغلي شوية، وبعد كده تاخدي الصوص اللي هينزل منها وبعد كده تشتغلي بيه عادي. ادي عملت بالشوكليت وعملت بالفراولة وعملت بالفانيليا. تمام، يبقى عندنا 3 أطعمة. ال3 أطعمة أفظع من بعض، أحلى من بعض ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بصي بوريكي الشوكليت الأول وبعد كده الفراولة وبعد كده الفانيليا. هنجيب بقى الصينية بتاعتي، أي صينية عندك، أي صينية عندك. أنا استعملت الصينية اللي أنا بعمل فيها قدرة قادر دي، أنا بحبها جدا. بدأت إن أنا أقص ورقة زبدة وأفرغها برضو من النص وأدهن وأبطن بالدقيق من الأحرف، وأدهن برضو ورقة الزبدة سمنة. هبدأ أول حاجة، طبعا مش ده الترتيب تماما اللي أنا كنت عايزاه بس راح عن دماغي تماما. زعلت جدا، وبرضه شوفوا في آخر الفيديو أنا هعمل إيه، يعني الدنيا هتتحول خالص يعني. بدأت إن أنا حطيت الشوكليت، مش هو ده الترتيب برضه اللي أنا عايزاه. حطيت الشوكليت أول حاجة، بدأت إن أنا أوزعها كويس. تمام، وبعد كده هبدأ ان انا انزل بالفراولة واحدة واحدة كده بالراحة. ما تخافيش ما تخافيش خالص، حتى لو امتزجوا مع بعض بيبقى اللون يجنن، اللون حلو جدا. تمام، نزلت بالفراولة، هبدأ ان انا اظبطها بس كده من الاحرف. وبعد كده اخر حاجة هنزل بيها الفانيليا. ما شاء الله، بصوا حلو قوي، الالوان شكلها حلو. وبرده مش هي دي درجة اللون اللي انا كنت عايزاها خالص خالص. هبدأ ان انا انزل بقى بالفانيليا برضو واحدة واحدة بالراحة خالص. انا عندي البوتاجاز شغال قبلها. اي مخبوزات يا جماعه لازم تشغلوا البوتاجاز قبلها، الفرن قبلها بربع ساعه، درجه حراره 200، يكون سخن جدا بحيث ان احنا لما ندخل الكيك بتاعنا او اي مخبوزات انت هتشتغلي فيها، بيتزا اي حاجه، يكون فطير، يكون الفرن سخن عندنا جدا جدا جدا. تمام، وعلى الوسط على الشبكه، وتبداي بقى ان انت تحطي. ممنوع تماما 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 تفتحي على الكيك قبل ما تعدي عليها تلت ساعة، ممنوع. كده الكيك بتاعك باظ، ما ينفعش خالص، كده باظ ما ينفعش. خلاص حطيت الفانيليا، بدأت اجيب الستيك بتاعي، اطلع فقاعات الهواء كلها عشان ما تفتحش معايا وهي بتستوي. تمام، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. لقيت شوية عندي، طبعا انا ما بسيبش اي حاجة يعني، ما بسيبش حاجة خالص يعني ولا تنتوفة. بدأت إن أنا أنزل بقى بكل الخليط وآدي في الفرن. بصوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تحفة تحفة. في الفرن الكهرباء عندي بتاخد ساعة إلا ربع. بصوا ما شاء الله منظر الكيك عندي عامل إزاي، ما شاء الله. هختبره بالستيك بتاعي بعد ما خرج ساعة إلا ربع، ما شاء الله تمام زي الفل. هبدأ إن أنا أقلبه. هنقلبه وهو ساخن عشان نعرف نشيل ورقة الزبدة ما تلزقش معانا. تمام، ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكيك يجنن، حلو قوي. القوام بتاعه هش، مش عايزة أقولك، تحفة تحفة تحفة، فلافي خالص كده في نفسه يعني يجنن. هبدأ ان انا الصينيه كانت سخنه قوي قوي وانا عماله احط ايدي عليها، ولازم في كل مره تلسع وايدي تبوظ. هبدأ ان انا اسلك بقى من الاحرف كده، يعني برضو زياده تأكيد ان شاء الله باذن الله. انا يعني كنت واثقه بعد ربنا يعني، الثقة لله وحده، ان هي ان شاء الله هتتقلب معايا بمنتهى السهولة، بس برضو يعني احتياطي عشان ما تتجرحش معايا من الاحرف. بدأت ان انا انزلها اخبطها تخبطتين واشيل بقى. الصينية كانت سخنة نار برضو، والتهور بتاعي ان انا ما بصبرش على الحاجة. تمام، هبدأ ان انا بصي بوريكي ما شاء الله الصينية نظيفة وزي الفل. هبدأ ان انا بقى اشيل ورقة الزبدة بتاعتي، وهبدأ ان انا اقطع الكيك بتاعي. وللأسف للأسف للأسف نسيت اقلبها على وشها على طول. يعني انا خليتها على ظهرها، ودي اول غلطة غلطتها في الكيك دي يعني. يعني اول غلطة اغلطها يعني. كانت الكيك لزقت من تحت خلاص، السخونية خدت في الطبق بتاعي، فلزقت من تحت، فلما جيت اقلبها كان المنظر مش لطيف شوية. تمام اهو، بصي ما شاء الله منظر الكيك عامله ازاي، بصي يعني قابه معايا ازاي، مرتفعه معايا ازاي. ما شاء الله، انتي لو استخدمتيها وحشيتيها من جوه دي هتبقى رائعه، لان هي هشه قوي، هشه جدا. الحرف اللي من الجنب ده ورقه الزبده كانت متنيه، فانا بنزل الخليط، فالخليط طبعا اخد الشكل
ال- الخليط بتاعي اخد الشكل، مفيش اي مشكله خالص خالص. ما شاء الله، بوريها لك بقى من كل الجهات. روعه، روعه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. طريقه ناجحه جدا جدا، جربوها بجد وادعوا لي. بصوا ما شاء الله، هبدأ بقى ان انا اقطعها واوريكم بقى اول صدمة اتصدمتها في الكيك. اول صدمة اتصدمتها، الطعم روعة، مفيش اي حاجة فيها والله العظيم، والله مقاديرها مظبوطة مليون في المية يعني. هي دي المقادير برضو اللي انا برضو هوريكم. مش هو ده اللون اللي انا عايزاه خالص، مش هو ده الترتيب اللي انا عايزاه. انا كنت عايزة الاول الفانيليا تحت، وبعد كده لا، كنت عايزه الشوكليت تحت، وبعد كده الفانيليا في النص، وبعد كده الفراوله في الاخر. تمام. ما شاء الله بصوا، طريه وهشه جدا، والطريقه ناجحه الحمد لله، الحمد لله مليون في الميه جدا. بس مش هو ده اللي انا كنت عايزاه خالص، مش هو ده الترتيب، ولا هو ده اللون الفراوله اللي انا عايزاها يعني. كنت المفروض كترت من اللون شويه، وهقول لكم هعمل ايه دلوقتي يعني. احنا هنتحول من الفيديو ده خالص، هنروح لفيديو تاني خالص. ما شاء الله ما شاء الله، بصوا طريه ازاي، عامله ازاي، ايه ده، ايه الجمال ده. ما شاء الله، لو عايزين تستخدموها تورته تمام يعني، هتبقى ممتازه معاكم، هشه ومرتفعه جدا وتجنن. بصوا بقى، اول غلطه تاني غلطه، لما جيت قلبت الكيك على وشها، يعني خليت الظهر تحت والوش فوق، بصوا كانت عامله ازاي. ادي المفاجاه، عملت واحده تانية، بصوا الجنان، عملت واحده تانية وزودت الالوان، وبدات ان انا اسويها والله بنفس المقادير بالظبط، بنفس المقادير بالظبط. وبدات ان انا اقلبها في الصينيه وهقطعها. بصوا ما شاء الله الالوان بتاعتها عامله ازاي، وهبدا ان انا اقطعها. ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. هبدا ان انا اقلبها. تمام. قلبتها، وهقلبها على الوش التاني على طول قبل ما تبقى طريه معايا، وهبدا ان انا اقطعها. ما شاء الله تحفه تحفه. اوريكم الالوان اللي انا كنت عايزاها بالظبط. انا زودت اللون الاحمر نقطه واحده، لون اسود، لون طعام اسود جل. هوريكم بقى الدرجه اللي اديتها لي، روعه روعه. وعملت الترتيب اللي انا قلت لكم عليه، الشوكليت وبعد كده فانيليا وبعد كده فراوله. بصوا ما شاء الله شكلها يجنن. والتانية برضو والله شكلها، انا على ما عملت دي كانت التانية ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله خلصت. بصوا بقى الجمال، بصوا. ايوه هو ده اللون، هو ده اللون. ما شاء الله، ما فرقتش عن التانية حاجة خالص، هشة جدا جدا زي التانية، بنفس المقادير بنفس كل حاجة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، تجنن. وانا هستناكوا تقولوا لي انه لون عجبكوا اكتر، كانت الاولانية ولا التانية. بس انا من رأيي انا ان التانية هي دي اللي انا كنت عايزاها، هو ده اللون اللي انا كنت عايزاه، مش الاولانيه خالص. ما شاء الله، والاتنين بنفس المقادير بنفس كل حاجه بنفس الطعم، ما اختلفوش تماما. وان شاء الله باذن الله يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله يعني تعملوا الوصفه ان شاء الله تعجبكم، وتدعوا لي ان شاء الله باذن الله. كل سنه وانتم طيبون، طيبين، كل سنه وانتم طيبين. وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله. يا رب يا رب يا رب الوصفه تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه. وباي باي.